بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لسه مكملين في الجيتس والبوليسز عشان نتعرض لأكتر من كيس بأكتر من شكل عشان إن شاء الله تهضم الموضوع بشكل كويس. وكل ما تشتغل طبعا بإيدك أكتر كل ما تتعرض لبزنس أكتر ولوجيك أكتر كل ما هتبقى أقوى أكتر إن شاء الله، أو كل ما تتعرض لمشاكل أكتر كل ما هتبقى أقوى في الديفلوبمنت بشكل عام. طب حلو قوي. أنا دلوقتي لو دوست هنا على يوزرز كرييت هيفتح معايا. ليه هيفتح معايا؟ لأن أنا لغيت هنا عملت كومنت على الكونستراكت اللي احنا كنا عاملينها في الفيديو اللي فات. حلو قوي. طيب وعاوزين نعمل ايه؟ الجديد ان انا عاوز افعل الجيت دلوقتي على الراوت نفسه. فاحنا كده فعلنا الجيت في البلاي وفعلنا الجيت في الكنترولر، عاوزين نفعل الجيت على الراوت نفسه. ينفع وماله؟ ايه ده اللي نفعه؟ هتعمل ايه؟ هروح على الويب دوت بي اتش بي، هاجي هنا اهو على الراوت بتاعي على الريسورس كله. طبعا احنا قلنا خلاص على الريسورس كله. هقول له ميدل وير، هعمل ميدل وير اهي، وهقول له هنا كان بعد كده كولون اسم الجيت بتاعتك. فانا اسم الجيت اسمها ادمن داش كنترول من غيري. تمام، نعمل ريلود الاقيه وقف وفعل اللي احنا كنا مفعلينه من شويه زي الفل. طب حلو قوي كده، احنا عملنا الجيت باكتر من طريقه. بقينا بقى طريقه البوليسي دي، او عاوز اعمل يعني تفصيله داخليه جوه البوست، وبعد كده نبقى نروح ان شاء الله في البوليسي في فيديو منفصل لوحدها. هنا انا عاوز الايديت ده ما يظهرش غير للي ضايف البوست. يعني لو انا داخل دلوقتي انا رايتر وكل حاجه هعدل على بوست، يبقى اعدل على البوست اللي انا ضايفه بس، مش اي بوست تاني. ركز في النقطه دي عشان النقطه دي في غايه الاهميه، فيها لوجيك بسيط. طيب هنعمل الكلام ده ازاي؟ يبقى لازم نديفاين الجيت بتاعتنا اللي تخلينا نتحكم في كده. حلو قوي. هتديفاين الجيت دي ازاي يا فندم؟ هقول لك يا فندم تعالى هنا جوه البوستس، لا مش البوست، اسف جدا، جوه الاب سيرفيس بروفايدر الاول، واعمل لي الجيت بتاعتك. تعالى نعمل الجيت، فهقول له جيت بعد كده اوثورايز اللي احنا لسه عاملينها برضو اهي، وهقول له هنا ابديت بوست، اسمها ابديت بوست. ابديت بوست دي ما بتشتغلش غير مع اليوزر اللي مكريت البوست. طب ما هو انا اصلا فعليا يعني مش عارف مين اللي كريت البوست، ان انا مش عامل ده وانا بضيف البوست. يبقى المفروض بالاساس ان احنا واحنا بنضيف البوست بعد كده نقول مين اليوزر اللي ضاف البوست. طب دي نقدر نعملها بسهوله وبسرعه لان احنا مش كنا عاملينها في الديفاين، وهنا في تعديل اهو هنعرف نعدل بسهوله ونظبط الدنيا. بس تعالى الاول نعملها بشكل بسيط اهو. دي بتاخد فانكشن، وركز معايا في الفانكشن هنا، وبتاخد الاتي، تاخد اليوزر اوبجكت من اليوزر زي اللي احنا عملناه دلوقتي، عملنا له انجكت، وتاخد البوست نفسه. ليه بتاخد البوست؟ لان انا وانا بضيف البوست هضيف معاه اليوزر اي دي اللي ضايف البوست. حلو جدا. فلازم اجي هنا اقول له بوست، انت هتاخد البوست، وهتيجي هنا بوست بالشكل ده. بعد كده هتقول لي بقى ريتير ترو امتى؟ لما اليوزر اوف اي دي ايكوال البوست اوف يوزر اي دي. هل في يوزر اي دي في البوست؟ طبعا انا عارفك شاطر ومركز معايا من الفيديوهات اللي فاتت ومن التطبيق في البلاي ليست اللي فاتت، فمفيش موجود اصلا يوزر اي دي جوه البوست، احنا ما كناش ضايفينه. فتعالى بس نقف على البوست هنا ندور شيفت اي زي الفل. تعالى هنعمل ايه بقى؟ تعالى بالراحه كده نروح على الاب ونروح رايحين على الداتابيز المايجريشنز، نروح هنا على البوستس اهو. مفيش فيه يوزر اي دي. لا تصدق ده احنا عاملين يوزر اي دي، والله جميل جدا وجميل، ده انا اللي كنت ناسي. طب زي الفل، احنا عاملين يوزر اي دي والدنيا جميله وزي الفل 10/10. انت بقى اللي كنت فاكر وانا اللي كنت ناسي، مفيش مشكله خالص ان شاء الله. يبقى احنا عاملين هنا اليوزر اي دي في البوستس. طب ممتاز جدا جدا، وفعلنا الكلام ده وعاملين سيد للداتا بتاعتنا. طيب هل انا ضفت بوست ولا لا؟ تعالى الاول اضيف انا بوست عشان نعرف نشوف القصه دي. از رايتر تارجت كلاس بوست، قال لي هنا بوست بوست اوف يوزر اي دي، قال لي بوست ماله؟ هو زعلان ليه؟ قال لي هاش تارجت كلاس هاش doesn't exist. وات از هاش؟ تعالى نرجع تاني، ادي ابديت بوست، ادي بوست بعد كده بقول له بوست اوف يوزر اي دي كده خالص، وادي موديلز بوست. زعلان من ايه ده؟ هل احنا عاملين حاجه في البليد؟ نو. تعال نشوف، ادي authorize update post، ماشي كده فانكشن بتاخد اليوزر وبتاخد البوست واز بوست، وبعد كده بقول له اليوزر اوف اي دي ايكوال البوست اوف يوزر اي دي. ليه ما فعلش الكلام ده؟ ليه ايه المشكله معاك؟ زعلان من ايه بالظبط؟ بايندينج ريزوليوشن اكسبشن تارجت كلاس هاش. فين هاش ده؟ احنا هنا ما اديناش اي حاجه اسمها هاش خالص. ادي بوست، ادي يوزر، ادي ابديت بوست. تعالى نوقف ده كده
شوف بس هو مجنون من ايه بالظبط. تمام زي الفل، مش مشكلة خالص. يعني ده نقول ابديت بوست وقلنا له فانكشن. طب تعالى كده نفعل الفانكشن دي، ما همررش اليوزر، همرر بس بوست اوف يوزر اي دي. معلش كده هعمل كده وهعمل ايه برضه تارجت كلاس هاش doesn't exist. ما ينفعش اللي هو بيعمله ده خالص، ده كده بيستعبط. ادي بوست، ادي اب مودلز بوست، وادي بوست بالشكل ده. طيب طبعا المشكله معانا في كلمه اوثرايز، المفروض ديفاين. صباح الفل، يعني جميل جدا، حلو قوي. تمام، الدنيا كلها اشتغلت وبقت زي الفل و10 على 10، مفيش مشكله خالص. تعالى بقى نروح فين؟ نروح على الايديت دي ونفعل عليها النقطه اللي احنا اتكلمنا فيها. طب هتفعل عليها ازاي؟ هروح على الريسورسز بتاعتنا، ادي اب بوستس، وادي index.blade.php، وهنزل هنا ادي البوست، ادي الايديت بتاعتي. الايديت دي ما هتشتغلش الا للراجل. هقول له كان بالشكل ده، ركز معايا. اقول له كان ابديت بوست، حلو. بس لا مش بس، ركز. انا هنا لازم اديله البوست اوف البوست، بس اديله البوست نفسه. طب وانا ما اديلوش اليوزر؟ ما تديلوش اليوزر ليه؟ لارافيل نفسه بيديتكت اليوزر نفسه من هنا. يعني هو بياخد اوبجكت من اليوزر اللي داخل اوتوماتيك، وانت بتمرر له بقى البوست، هو بيعرف يهندل الدنيا بنفسه من غير اي مشاكل، والدنيا معاه شغاله زي السكينه في الحلاوه. وبعد كده هقول له ايه هنا؟ اند ايه؟ اند كان بالشكل ده. تعال نشوف كده البوست هل هتشتغل معايا. المفروض ما يشتغلش معايا ولا ايديت. بالفعل ولا ايديت اشتغلت معايا. ليه؟ لان انا مش ضايف. طب تعالى كده نضيف بوست. استخدم الفيل اول فيلدز دي واختار كل حاجه. هو الراجل يعني زي الفل. اجيب صوره بس الاول، هذه الصوره حاج بول بران، واقول له سيف زي الفل. تعالى نروح للهوم، للبوستس بالشكل ده. الصوره اهي، بس ما اتفعلتش. ليه ما اتفعلتش؟ لان انا معلش عملت شويه تغييرات كده، فمحتاج اعمل اقول له بي اتش بي. تعالى هنا يا فندم، تعالى هنا يا فندم، ان ده ديف اي او اهو. اقول له بي اتش بي ارتزان ستورج لينك. طبعا احنا شارحين الكلام ده في البلاي ليست اللي فاتت، قال لي موجوده قبل كده. فتعالى نمسحها بس الاول عشان هو زعلان منها. ادي بابليك، ادي البابليك. بعد كده هقول له هنا اتفضل ستورج لينك، عايز تفعلها. تعالى نعمل ريلود، الاقي الصوره بتاعتي جت وزي الفل اهو. والبوست هنا الايديت مش موجوده. ليه مش موجوده؟ هنا بقى نقف وقفه مهمه جدا. ليه؟ لان احنا واحنا بنضيف ما بنضيفش اليوزر اي دي اللي داخل. طب الكلام ده بيتم فين؟ تعالى بقى بالراحه، هنروح على البوست كنترول. ادي اتش تي تي بي، ادي الكنترولر، ادي البوست كنترولر بالشكل ده اهو. هنا في الكرييت بتاع البوست او في الستور بتاع البوست نفسه، كنا بنقول له اليوزر اي دي بيساوي الريكوست اوف يوزر اي دي. تعالى بس كده بالراحه. يعني احنا واحنا بنضيف اليوزر البوست بنضيف الرايتر احنا اللي بنختاره. والله جميل جدا. نختار مصطفى محفوظ بقى ما دام الموضوع بالشكل ده، ونعمل كده. نختار مصطفى محفوظ اهو، الراجل اللي داخل مصطفى محفوظ. نختار 2 3 من هنا، 3 اهو. نختار صوره. يا فندم هات هذه الصوره، صوره الشبح. اقول له سيف. شوف، نرجع للبوستس، الاقي الايديت موجوده اهي وزي الفل. هنا شايف هنا الثلاثه تاجز والصوره بتاعتنا وكل حاجه زي الفل، والديسكريبشن و10 على 10. اتمنى نكون استفدنا بالفيديو ده. تعرضنا مع الجيتس، واجهنا مشكله. شوف الغلط البسيط اللي انا غلطت فيه. فكره انا بقول له اوثرايز جوه السيرفيس بروفايدر، المفروض اقول له طبعا ديفاين. انا كنت لسه بديفاين الجيت بتاعتي، فانا المفروض احددها. الموضوع بسيط جدا جدا، وده الطبيعي اللي بيحصل معاك في الشغل. ده الطبيعي جدا جدا جدا، مفيش ادنى مشكله خالص. واشوفك على خير ان شاء الله في الفيديو القادم. وبنسبه كبيره جدا ان شاء الله نتكلم على البوليسيز. نتكلم على البوليسي، ناخد موديول كامل للبوليسي، وهوجد ليه كيسز كده بحيث ان احنا نقدر نفهم البوليسي بشكل كويس. اشوفك على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.